وعشان اللي ما عنده خلفية عني، أنا من خريجات جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن خلال سنة 2016، يعني قبل كم شهر. وتخصصي هو إدارة أعمال. أنا عارفة إنه راح تنصدموا من صوتي، يعني صغير بالنسبة إني خريجة، بس إيش أسوي؟ أول سؤال وأغلب سؤال دايم يجيني من بعد الفيديو اللي أنا سويته، اللي هو فلوج في جامعتي. إذا كنتوا حابين تشوفوا جامعتي من جوا، فهذا الفيديو لجامعتي من جوا صورت، اسمه بلوج في جامعتي. طبعا الإجابات هي يعني من رأيي الشخصي أنا، ممكن أكون مصيبة، ممكن أكون مخطئة، وممكن ناس لهم وجهة نظر مختلفة. أول سؤال أو دايما أسأل فيه اللي هو إيش رأيك أدخل جامعة الملك سعود أو جامعة الأميرة نورة؟ جوابي راح يكون على حسب التخصص اللي انتي راح تدخلي. إذا كنتي راح تدخلي إدارة فأنصحك بنورة. إذا كنتي راح تدخلي علوم، فيزياء كيمياء أحياء رياضيات، كمان ادخلي نورة. لكن الإنجليش أنصح كثير إنه تروحي لجامعة الملك سعود. ليش؟ لأنه جامعة الأميرة نورة بما يخص الإدارة هي معتمدة دوليا، بس قسم الإدارة والأعمال اللي هو الأقسام في جامعة نورة، اللي هي قسم إدارة أعمال، قسم الاقتصاد والأنظمة والمحاسبة، كلها معتمدة دوليا. في تخصصين جدا أنصح فيهم وأحس مستقبلهم إن شاء الله كويس في الجامعة غير اللي ذكرتهم، اللي هم طبعا التخصصين هذولي هم تعاون مع جامعة دبلن. يعني لما أنت تتخرجي بعد 4 سنوات إن شاء الله راح يكون معك شهادتين. راح تتخرجي معك شهادتين، شهادة من جامعة الأميرة نورة وشهادة من دبلن سيتي يونيفرسيتي بإيرلندا. التخصصين اسمهم واحد تقنيات التسوق والابتكار، التخصص الثاني اللي هو التمويل الدولي. طبعا الأساتذة إيرلنديين، أو فأكيد عشان تقبلي في هذه التخصصين لازم يكون عندك الإنجليش جدا مرتفع. خلصنا قسم الإدارة. قسم العلوم زي ما قلت لكم كمان هو معتمد دوليا، يعني الجامعة مو كل التخصصات معتمدة، التخصصات اللي قلت اللي هي كلية العلوم، كلية الإدارة. بالنسبة لباقي الكليات ما أقدر صراحة أفتي لكم لأنه ما عندي خلفية. السؤال الثاني، هل هي جامعة أهلية أو حكومية؟ هي حكومية للسعوديات بس، والأجانب على وقتي أنا خلال 5 سنين ما قد شفت أجانب كثير، يعني يمكن بس 5 بنات، ويكون معدلاتهم بثانوي مرتفعة. بالنسبة للإنجليش أنصح بجامعة سعود لأنها أقوى، وكمان على حد ما سمعت أو البنت اللي كلمتني هي تخصص كمان إنها تبتعث سنة عشان تدرس إنجليش في أمريكا، أو ما أعرف كيف النظام بالضبط، بس إنه فكرة إنه تمارسي اللغة تمارسي اللغة في بلد اللغة نفسها، هذا أحس شيء إيجابي، فعشان كذا أقول السعود. فشوفوا أنتوا إيش التخصص اللي أنتوا تبغوا على أساسه اختاروا الجامعة. بالنسبة لي من الشيء اللي أنا شفته ما في جامعة سعود أقوى من نورة أو نورة أقوى من سعود، لا، في تخصصات معينة هي اللي قوية. المناهج اللي في جامعة الملك سعود هي نفسها اللي ندرسها إحنا في جامعة أميرة نورة بما يخص الإدارة اللي هو تخصصي. السؤال الثاني إنه أهلها يطلبون منها تخصص معين وهي تبغى تخصص معين آخر. الجواب لهالسؤال، أنا من الناس اللي كمان أهلي اختاروا تخصصي مو أنا. ليش؟ بوقتها كنت أقول يمكن أنا ما عندي، يعني أنا لسه صغيرة مو عارفة الدنيا بعدين، فأكيد أهلي يبغولي تخصص كويس، فعشان كذا سمعت كلامهم. أما بالنسبة لي كنت التخصص اللي أنا أبغاه كان فنون، وطبعا يعني الفنون مو مستقبلك زي الإدارة. نصيحتي لك نفس التخصص اللي أنت تبغين، هل هو له مستقبل أو لا؟ ادخلي ابحثي عن مواقع بالوظيفة. لو انك انت الان تخيلي نفسك بعد 5 سنين انت متخرجة بالتخصص اللي انت تبغي، هل الدوام كم، عدد ساعات العمل، الراتب كم، وين ممكن تتوظفي، اختلاط مو اختلاط، كل هذه الاشياء. وبكذا تختصري على نفسك 5 سنوات او مستقبل كامل، لانه ممكن تدخلي تخصص ما له اي قيمة في المجتمع، وممكن تدخلي التخصص واخر شيء تمسكي الشهادة وتنامي عليها ما في وظيفة.
فتأكدي من هذه النقطة. وأكيد لازم تستخيري. وفي شيء كنت دائما أنا أقول هالعبارة، والآن أحس اختلف نظرتي. العبارة بالإنجليش بس بترجمها: اعمل شيئا تحبه فلن تكون مضطرا للعمل أبدا. كنت دائما أرددها وأقول إنه أنا لازم أدرس شيء أنا أحبه، بس مو ضرورة إنه تخصص، مو ضرورة إنه يكون تخصص الجامعي، ممكن أدرس يعني أو أنمي موهبتي في البيت، مو لازم تخصص. ومو لازم إنه أنا بعد ما أتخرج من الجامعة أتوظف في وظيفة تخص تخصصي الجامعي، مو لازم. بمعنى آخر، المهنة شيء والهواية شيء، أو الأشياء اللي إحنا نحبها ممكن نشتغل عليها. أنا ممكن إني أشتغل بنفس تخصصي، وممكن إني بأوقات فراغية أمارس هوايتي وأطورها. اكتشفت هذا الشيء الآن بعد 5 سنين، إنه أهم شيء الواحد ياخذ تخصص له مستقبل، وبعد ما تخلص وتاخذ الشهادة الجامعية خلاص روح اشتغل أي وظيفة أنت حاب، روح تطور أي موهبة أنت حاب. لازم يكون معاكم مفتاح أو ضمان يضمن لكم المستقبل، وشهادة تكون معاكم. بعد ما تاخذوا الشهادة سووا أي حاجة أنتوا تبغوا، خذوا موهبتكم من ليفل ثاني، طوروها واشتغلوا عليها وتوظفوا منها عادي. أهم شيء معاكم شهادة، أهم شيء يكون معاكم شهادة قوية وتخصص قوي، بحيث لو احتجتوا بعدين مستقبلا هذه الشهادة راح تكون موجودة. فالحمد لله أنا مو ندمانة على إني سمعت كلام أهلي خلال 5 سنين، لأني كنت مثلا كذا في التوتر أيام الضغط دراسة كنت أتذمر أقول أنا أصلا ليش داخلة هذا التخصص، أنا إيش دخلني هذا التخصص، لأني ما كنت من محبي هذا التخصص. بس الحمد لله. أتوقع هذا اللي بقوله على هذا السؤال اللي طولت مرة كثير فيه. نشوف السؤال اللي بعده. أكثر نصيحة راح أقولها لكم: شدوا حيلكم في الثانوي عشان تدخلوا الجامعة. ونصيحة أخرى: شدوا حيلكم طوال السنوات الدراسية في الجامعة، لأنها راح تنبني عليها مستقبلكم كامل. وخرافة دايما يقولونها لنا إنه شدي حالك في الثانوي راح ترتاحين في الجامعة. لا لا، هذه خرافة، لا تصدقوها. أنا مفكرة إنه أتكلم يعني بعدين بشكل مفصل، فيديو مستقل عن هذه الأشياء، إنه المقبلين على الجامعة إيش النصائح لهم. على حسب إذا كان في اتفاق بين الزوج وزوجته إنه ما يكون في أطفال خلال فترة الدراسة. أما إذا كان في أطفال فهالشي أصلا راح يصعب الدراسة على البنت، ما بين سهر، ما بين بيت، أطفال، دراسة. خلال دراستي في بنات يعني تزوجوا وحملوا، فاضطروا إنهم يعتذروا عن الدراسة لفترة، وأصلا ما يكون الجو مهيأ لها في البيت، جو دراسي، لا جو بس في بنات ما شاء الله كمان يعني موزعين وقتهم أو ما بين الطفل والدراسة والزوج والبيت، وشاطرين كمان. راح أوقف الآن وراح أجاوب على أسئلة في وقت ثاني. الأسئلة الثانية كل سنابات اليوم راح تكون موجودة بإذن الله على القناة.